السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال دايما ان شاء الله. قبل اي حاجة، لو دي اول مرة تشوفوا فيديوهاتي او لسه مش مشتركين في القناة، ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل فيديوهاتي الجديدة اول باول، وتشجعوني اكمل وانزل لكم فيديوهات ووصفات اكتر باذن الله. ولو الفيديو عجبكم ادعموني بلايك حلو زيكم، وسيبولي رأيكم في الكومنتات، حقيقة هكون مبسوطة جدا بيه. النهاردة بقى هنعمل حاجتين لذاذ جدا وكلنا بنحبهم نشتريهم دايما من بره، وهما صوص الكاتشب وصوص التومية. هنعملهم بطريقة سهلة وبسيطة وكمان على قد الايد، وطعم تحفة بجد وينافس اللي بيتباع بره. تابعوا معايا الفيديو للآخر ويلا بينا نشوف عملناهم ازاي. اول حاجه بقى نبدا نعملها هو صوص الكاتشب. معانا 5 حبات كبار من الطماطم، عصراهم مصفياهم كويس جدا، مش عاوزه فيهم لا قشر ولا بذر، انا عاوزه العصير صافي. مستخدمين كمان معلقه كبيره هرميه من النشا، تمام، ومعلقتين كبار من السكر ونص معلقه من الملح. ومعانا خل ابيض، واي نوع معانا هيمشي وهيبقى كويس. والشطه طبعا اختياري. وعلى نار متوسطه بقى نحط الكسرولة اللي هنشتغل فيها، وهنحط فيها طبعا عصير الطماطم. ده اول حاجه، من غير دهان ومن غير زيوت ولا اي حاجه خالص. هنحطه على النار وهنسيبه لما يتسبك ويبخر كل المية اللي فيه، وياخد اللون اللي بنشتري الكاتشب بيه من بره، تمام. وبعد كده هنبدأ نحط عليه باقي المكونات، وهوريكم طبعا لما يتسبك او يوصل للون المطلوب بيبقى شكله عامل ازاي، وكمان قوامه عامل ازاي. هنا بقى لما تسبك وخد اللون اللي انا محتاجاه، وكمان هتلاحظوا ان كميته اصلا قلت، ده ليه؟ عشان هو بخر كل المية الزيادة اللي فيه. بدأت بقى ان انا احط السكر والملح، وطبعا هتلاحظوا ان انا ما حطيتش الكمية كلها عشان خفت لا يبقى مسكر قوي او يبقى مالح قوي، فسبت شوية لحد ما اجي اظبط الطعم واشوف هحتاجهم ولا لا. حطيت هنا بقى كمان الخل الابيض، حطيت حوالي 4 معالق كبار من الخل الابيض زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا الخل مهم جدا في الوصفة دي، لانه بيدي الكاتشب طعم خطير، وهو اللي بيظبط طعمه زي بره بالظبط كمان. بعد كده هنبدأ نحط النشا. طبعا انا قلتلكم ان انا مستخدمة معلقة كبيرة هرمية من النشا. طبعا مش هحطها بودر كده لانها هتكتل وهيبقى هتبوظ الكاتشب معانا بمعنى اصح. فحطيت عليها نص كوباية صغيرة من المية، وبقلبها على البارد قبل ما ابدأ احطها على الطماطم بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده. هنا بقى هبدأ احطها، وبرضو ما حطيتش الكمية كلها خوفا من ان تطلع قوامها تقيل، بمعنى ان تبقى اشبه بالمهلبية كده. فانا بحط حبة حبة علشان اعرف اظبط القوام واطلعه مظبوط، يعني ما نتسرعش في ان احنا نحط الحاجة عشان ما تبصش مننا، تمام. فواحدة واحدة كده، وبإذن الله كل حاجة هتبقى معانا جميلة جدا وطعم خطير، وهتلاقيه نفس الجاهز بالظبط، ومش هتشتريه تاني من بره بعد ما تعرفي الوصفة دي. هنا طبعا القوام لقيته خفيف شوية، مش اللي انا محتاجاه، فزودت باقي كمية النشا اللي انا كنت سايباها، وزودت تاني السكر والملح اللي انا كنت سايباهم لان لقيت محتاجاهم. فكده الوصفة دي المقادير بتاعتها بالظبط زي ما قلتلكم، يعني مش هتنقصي حاجة ولا هتزودي حاجة، بس برضو اتعاملي واحدة واحدة علشان توصلي للطعم اللي انت محتاجاه واللي انتي هتحبيه. شوفولي بقى هنا القوام كان وصل لايه، بجد كان نفس قوام الكاتشب الجاهز اللي بنشتريه من بره بالظبط، ونفس اللون. ويا لهوي بقى على الريحه اللي انت هتشميها وانت واقفه بتعمليه، بجد تحفه قوي قوي قوي. هنا بقى كان جاهز خلاص وطفيت عليه النار، ويلا بينا على الوصفه اللي بعدها. هنعمل التوميه بقى. جبنا الطبق او الحاجه اللي هنحطها على النار، وهنحط فيها زي ما انتم شايفين كده 3 معالق كبار من النشا، 3 كبار هرميين كده، تمام. وكمان هحط عليهم فصين من الثوم زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده بقى هجيب ميه وهحطها على النشا، هدوب بيها النشا. حطيت حوالي كوبايه من الميه بالكميه اللي انتم شايفينها دي، تمام. هدوبهم طبعا على البارد الاول قبل ما احطهم على النار. هما اصلا هيتحطوا على النار مش هياخدوا وقت خالص خالص، يعني على طول كده هتلاقيهم اتعملوا معانا، وهوريكم برضو. هنا اتدوبوا ورفعتهم على النار،
فضلت اقلب فيهم كده حوالي بجد يعني ثواني، ولقيته جاهز يعني ما كملش الدقيقة حتى، ولقيته خلاص تقل معايا والنشا استوت اهو زي ما انتوا شايفين كده. وفي الوقت ده بقى كان خلاص جهز معايا وطفيت عليه النار. جبت بقى شفشق الخلاط معانا وبدأت ان انا احط فيه المكونات دي على طول. بدأت حطيت بقى النشا اللي انا كنت لسه رافعاها من على النار، وجبت حوالي معلقة من الملح، معلقة مش مليانة كده صغيرة من الملح. وهنا بقى جبت بيضة وفصلت الصفار عن البياض، طبعا هنستخدم في الوصفة بتاعتنا بياض بيضة. هتشوفوها دلوقتي وانا بحطها بعد ما فصلتها. طبعا هنا اهي رحت حطاها بقى على المكونات بتاعتي. وكمان البيضة ما كانتش كبيرة، البيضة كانت صغيرة، عشان كده البياض بتاعها كان حبة صغيرة يعني، وبرضه عشان ما يديش زفارة او اي حاجة في الوصفة. وحطيت كمان معلقتين كبار من الزيت، وبعد ما ضربتهم طلعت ناسية احط الخل. ينفع كده؟ ما ينفعش. رحت بقى واخده الخلاط تاني وجايه مصوره لكم وانا بحط الخل اهو. حطيت معلقتين كبار من الخل. هنا بقى بعد ما ضربتهم ووصلوا القوام والشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده، جبت العلبة بقى اللي هحط فيها الصوص عشان اقدمه فيها، وبدأت ان انا افضي الصوص. شوفوا قوامه بقى، كنت هنا بوريكم قوامه بجد تحفة جدا، وهنا بعد ما فضيته بقى خطير جدا جدا والطعم تحفة. قبل ما ابدأ الفيديو معاكم بقى كنت مقطعة البطاطس ونقعاها في مية بخل بملح، وركناها على جنب كده لحد ما اخلص معاكم الصوصات. وهنا وهي بتتحمر معايا سخنت الزيت كويس وحطيت فيه البطاطس عشان تتحمر. هنا بقى اللهم بارك بعد ما استوت كانت خطيرة جدا وبجد مقرمشة خالص، يعني احسن من البطاطس اللي بنجيبها اصلا فروزن من بره. بجد تحفة تحفة تحفة. هنا بقى حبيت ان اعمل معاكم اختراع كده كنت شايفاه فيديوهات قابلتني على النت وقلت ان اجربه معاكم. جبت طبق وحطيت فيه شوية بطاطس متحمرة، وحطيت عليه معلقة كبيرة من صوص الكاتشب، وحطيت كمان معلقة كبيرة من صوص التومية زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الاختراع مش هيقف لحد هنا، لا، جبت كمان معلقة من الجبنة البيضة. اي نوع جبنة بصراحة انتوا تحبوه هيبقى تحفة جدا في الوصفة دي، مش هيقول لا. بس انا ما كانش متوفر عندي غير النوع ده فحطيته وخلاص. هي معلقة كده صغننة حلوة من الجبنة العلب العادية خالص. تمام، وقلبتهم كده مع بعض وهندوق بقى. بجد والله طعمها كان تحفة يعني، حلوة حلاوة ما تتوصفش والله بدون مبالغة. كان جميل جدا جدا. وكمان يعني انا حبيت بقى ان ازود اكتر، اعزز طعمه اكتر، فبدأت ان انا احط كده البطاطس تاني في صوص الكاتشب، وفي الاخر رحت مزودة بقى كمية الكاتشب اصلا اللي انتوا شايفينها دي، وبجد كان طعمها خطير جدا. هنا بقى كنت حضرت باقي الفطار زي ما انتم شايفين. عملت فول، جبت الفول وحطيت عليه ملح وزيت وليمون وكمون. بجد طعمه كده بيبقى مش محتاج اي اضافات تانية، بيبقى تحفة جدا. حابين تزودوا عليه طحينة بيبقى الطعم جميل برضو. سلقت بيض وقطعت خيار وطماطم جنب الصوصات والبطاطس المتحمرة اللي عملناهم مع بعض. وبجد بجد ده احلى فطار هتجربوه. ما تنسوش تعملوا وصفاتي وتقولوا رأيكم في الكومنتات. باي باي.